اهلا بحضراتكم. ويمكن في الوقت الحالي دايما بنحاول ان احنا ندور على الحاجه اللي تخدم المواطن، عن المشاكل اللي بيعاني منها المواطن. الحديث كتير قوي عن التجاوزات الموجوده في المستشفيات، الحديث كتير عن المشاكل اللي بيعاني منها المواطن داخل المستشفيات. النهارده هناخد نموذج من المستشفيات الموجوده في محافظه الاسكندريه، وهي مستشفى العجمي الهام. المستشفى دي فيها مجموعه من المشاكل اللي بيعاني منها المواطنين. طبعا بفكر حضراتكم التليفون اللي هيبقى موجود معانا على الشاشه دلوقتي في انتظار مكالماتكم ومداخلتكم معانا بخصوص هذا الموضوع. حول الموضوع والمشاكل اللي بتواجه المواطنين في مستشفيات او بصفه عامه مستشفى العجمي بصفه خاصه هيكون موضوعنا النهارده. وايضا نقص الدم، وكنا بنقول في الفتره الحاليه يا ريت يبقى في اقبال على التبرع بالدم. طبعا احنا بنقول ان الدم نقطه الدم تساوي حياه بالنسبه لمريض او مصاب في الظروف الحاليه. معنا ومع حضراتكم في هذا اللقاء الدكتور احمد محمد ابراهيم، نائب مدير مستشفى العجمي العام. اهلا بك يا دكتور. ايضا معنا الاستاذ محمد احمد عوض، رئيس مجلس اداره جمعيه روح الحياه. اهلا بحضرتك. دكتور، خليني في البدايه اسال دكتور احمد اسالك عن طبعا اي مستشفى فيها اقسام عديده، يعني من المشاكل الاساسيه اللي بتواجه مستشفى العجمي العام ان فيها اقسام كتير ولكن لا وجود لهم في الواقع، يعني مش موجوده في الواقع، يعني بتعاني من نقص في الاقسام الحقيقي. زي لا ابدا، احنا عندنا المستشفى اولا مستشفى العجمي العام بتخدم حوالي 750,000 مواطن في النورمال في الايام العاديه، لكن في الصيف بيزيد العدد الى ما يقرب من مليون و250 الف مواطن. المستشفى ذات امكانيات ضعيفه، ما كانش فيه اي امكانيات. بقالنا تقريبا في المستشفى حوالي ما يقرب من 6-7 شهور، لغايه ما جالنا دكتوره امل احمد شعراوي مدير للمستشفى، مثال للمديرين الشباب، ذات علم. كان المفروض انها تبقى موجوده معانا، ولكن هي لظروف خاصه كان المفروض هي اللي تيجي مكاني. هي احق طبعا، وهي احق بالمقابله. كفاءه علميه بجد، واختيار مناسب جدا من الدكتور محمد شرقاوي وكيل وزاره في اسكندريه. جت دكتور امل وبدات تطبق الاداره العلميه فعلا. كانت امكانيات المستشفى ضعيفه للغايه، كنا بنشتغل بايدينا وبنحول حالات كتير للمستشفيات اللي حوالينا زي العمريه وخلافه. يعني بدات تعمل فريق لتطوير المستشفى، كونت فريق شباب لتطوير المستشفى برئاستها هي. بدانا نتواصل مع المجتمع المدني حوالين المستشفى، بدانا طورنا في العنايه. كانت العنايه عباره عن 5 أسرة بس موجودين، فيها جهاز مونيتور واحد قديم. النهارده ربنا اكرمنا، غيرنا السراير كلها، بقى عندنا 6 سراير مجهزين تماما للعنايه، بقى عندنا 6 اجهزه مونيتورز بتتابع حاله المريض اللي في العنايه، بقى عندنا 2 انفيوجن بامب، ودي يعني مضخه محاليل بتحدد لنا كميه المحاليل بالضرب النقطه في الدقيقه وكميه الادويه. بقى في تطور ملحوظ جدا موجود في العنايه كقسم من اقسام المستشفى اللي موجود. كان عندنا الاستقبال، كان الاستقبال عبارة عن جاست حجرات الكشف. ربنا أكرمنا برضو بتواصلنا مع الناس فاعلي الخير. ربنا أكرمنا وجهزنا غرفة للطوارئ جيدة. فين الوزارة هنا حضرتك يا دكتور؟ يعني المفروض دي مستشفى عام. الوزارة هنقول مش هدافع عن الوزارة وعن الحكومة، ولكن يعني دي مسؤولية الوزارة. في جاي مفاجأة جميلة جدا لأهل العجمي. طب خلينا نفرح الناس ونقول ايه المفاجأة اللي جاية يا دكتور للناس؟ في مستشفى سعة 100 سرير ان شاء الله رب العالمين، هيبتدي الشغل فيها قريب جدا. خلاص احنا عندنا مساحة الأرض واسعة جدا وكبيرة، ان شاء الله رب العالمين في خلال فترة قريبة قوي هيتم وضع حجر أساس للمستشفى الجديدة. يدينا ود حتى طول العمر. احنا بنقول في على ارض الواقع مستشفى موجوده في الوقت الحالي محتاجه لدعم ومحتاجه من وزاره الصحه المزيد من الامكانيات. هقول لك على سبيل المثال يا دكتور، اقسام زي امراض النساء. لا ما عندناش امراض نساء في المستشفى، احنا عندنا المستشفى ما فيهاش امراض نساء، لان جنبي مستشفى العوضي فيها نساء واطفال. انا ما عنديش نساء، انا عندي تنظيم اسره. وحده تنظيم اسره. طب الوحده اللي موجوده في شكوى دايما ما فيهاش طبيبه متخصصه موجوده داخل لا فيها طبيبات. دي وحده تنظيم اسره جاست تتعامل معها في حالات متابعه الحمل وتنظيم الاسره ووسائل تنظيم الاسره. دي ليست يعني لا خالص. في دكاتره موجودين كل يوم ومش دي مشكله. انا مشكلتي في حالات الطوارئ اللي بتيجي والاصابات. عندي عياده زي العظم ما كانتش شغاله بمعدل المفروض تشتغل بيه،
كان دايما في نقص في افلام الاشعه ودايما في نقص في الاخصائيين. النهارده عندي اطباء مقيمين واخصائيين عظم، بدا يبقى في شغل كويس جدا جدا جدا. بنوفر باستمرار افلام الاشعه اللي كانت ناقصه دايما، بنوفر المواد المطلوبه للجبس والحالات دي، بنوفر الات جراحيه. ربنا ييسر الحال. ناقص لنا حاجات كبيره شويه زي السي ار من الجهاز للعمليات وكده، الله المستعان يعني في التطوير في السكه. احنا عملنا خطه تطوير. هل قدمت ده يا دكتور للوزاره وقلتوا احنا عندنا عجز في كذا وكذا ومحتاجين كذا وكذا؟ لو الاداره بقى قعدت تستنت الوزاره انها تيجي وتعمل لها وتقدم لها والكلام ده، يبقى ايه الفرق بين الاداره القديمه والاداره الجديده؟ الاداره الجديده جت بصت حواليها لقت الامكانيات محدوده ولازم انها تتفاعل. وده الفكر الحديث، ان اي اداره تتفاعل مع المجتمع المدني اللي حواليها، وده اللي حصل فعلا. الدكتوره بدانا عملت فريق تطوير كويس جدا جدا جدا، كلهم شباب زي الفل فعلا فعلا. تعالوا شوفوا التجربه بنفسكم وشوفوا الناس اللي موجوده هناك، شباب زي الفل فعلا، اي حد يفتخر انهم يشتغلوا معاه. بس محتاجين لدعم، محتاجين لتمويل مادي عشان نشتري الاجهزه بدانا نتواصل مع الجمعيات الخيريه اللي حوالينا، بدانا نتواصل مع المجتمع المدني حوالينا، بيوفروا لنا بقدر الامكان. النهارده حضرتك بقول لك احنا يعني انا عايز اشكر بعض الناس بجد يعني يساعدونا كويس قوي. اولا الدكتور شرقاوي لاختياره والدكتوره امل شعراوي، ثانيا دكتور سمير خضر استاذ الصدر، ده دعم المستشفى كويس جدا باجهزه بسراير العنايه واجهزه المونيتورز. في كمان جمعيه ابدا الدكتوره شيرين شوقي والباشمهندس طارق قايمين باعمال صيانه كامله للمستشفى دلوقتي وتطوير للمستشفى. زي ما بقول لحضرتك احنا ما كانش في اي امكانيات. النهارده عندي العنايه فعلا زيها زي الميري. تعالوا اتفرجوا على، تعالوا صوروها، تعالوا شوفوا الناس بقى دلوقتي. انا عندي نسبه اشغال قد ايه، انا بقى عندي نسبه اشغال في العجمي، بقى في امبيشن، بقى في تنويم للمرضى. يعني ممكن تستقبل حالات طوارئ وحوادث واصابات في الوقت الحالي بقدر الامكان. ما بنحاولش زي الاول. احنا ما عدناش شغالين محولجيه زي الاول. النهارده بقى في المستشفى بقت محطه، الحاجات اللي بنقدر نشتغلها. ما زلنا محتاجين المزيد. ما زال احنا زي ما بقول لحضرتك عملنا خطه لتطوير المستشفى. الخطه دي تم منها جزء، في جزء شغالين فيه حاليا، في جزء مستقبلي نطمح ان احنا بمساعده الناس فاعلي الخير ان احنا نكمله. في جزء تاني عايز اتكلم فيه. احنا كان عندنا قسم الغسيل الكلوي من احسن الاقسام موجوده في اسكندريه، بيخدم حوالي 64 مريض حاليا. بنطمح ان احنا يعني كان عندي 18 مكنه شغالين دلوقتي. من امتى؟ من تواريخ كام؟ بقالهم كام سنه يعني؟ والله قديم. هو ده كان برضو تبرع من الروتري، لكن المكن بقى قديم شويه، بقينا عايزين نعمل احلال وتجديد. جبنا مكنتين جداد برضو عن طريق المتبرعين. نطمح ان احنا نزود 4 ماكينات كمان، هنزود العدد 30 مريض زياده عن الموجود. هنخدم كل منطقه العجمي. بنستقبل قد ايه تقريبا كل يوم؟ بنستقبل، لا هو ده لهم جدول. احنا عندي 64 مريض متقسمين على 3 شيفتات. خلاص دول لهم جدول ماشيين. يعني رواد القسم 64 مريض غسيل كلوي، بتوع غسيل كلوي. لما بنطمح ان احنا لما نعمل التوسع الجديد عايزين 4 ماكينات، هيزود لي العدد كمان 30. هيزيد عندي كمان 30، وعندي قابليه ان انا اعمل شيفت زياده. فالله المستعان، ربنا يسهل الحال، ممكن نستقبل اكتر من كده. طيب انا هروح بقى للاستاذ محمد احمد واسال حضرتك دور الجمعيه دلوقتي. طبعا في دعوه للتبرع بالدم، لان في ظل الحوادث والحاجات الاصابات اللي بتتم في الوقت الحالي نقطه الدم بتساوي حياه بالنسبه لمواطن. التبرع بالدم انتوا عاملين حمله بتنظمها الجمعيه عندكم من اجل التبرع بالدم، بداتوا من امتى والاقبال عليها عامل ازاي؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله هو الاقبال الحمد لله كويس. يعني احنا بدينا التهيئه للحمله ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. ففي اقبال شديد جدا. الناس عارفه يعني ايه دم، عارفه يعني ايه واحد محتاج بلازما، محتاج كرات دم حمراء، محتاج مواد اكسده، محتاجه. النقص اللي حصل ووضع الدوله دلوقتي اساسا والمظاهرات والاصابات وده كله، بقى في نقص حاد فعلا في الدم كتير. فقلنا بدينا نعوضه الكلام ده كله بالحملات الميدانيه بقى. يعني كان الاول تنزل العربيه، دلوقتي عند القائد ابراهيم هنا خلاص بقت كلها اماكن تظاهرات مش نافعه. بتروحوا فين دلوقتي؟ ذهاب الامن دلوقتي عاملينه. احنا بدينا الحمله دي في ابو يوسف. الحمله اللي وراها ان شاء الله هتبقى في منطقه ثانيه بعيد خالص عن المظاهرات. ونبدا نحط الجمعيات فعلا على الطريق العام، بدل ما كانت الجمعيه الاول بتساعد الحالات خدي وامشي وخلاص على كده، لا ابدا اشتغل بقى. عايزين مواطن مصري متكامل. يعني احنا بنلعبه في كل المجالات، او فاتحين مثلا في جميع المحاور كلها بالظبط، بحيث يبقى عندنا مواطن مصري متكامل. بس هي دي الفكره كلها اللي قايمه عليها الجمعيه. بدينا بحمله الدم، بدينا مستشفى العجمي العام. هل في تعاون بينكم وبين مستشفى العجمي؟ الحمد لله. يعني
في بدايه التعاون، بس الحمد لله ان شاء الله. يعني احنا بالنسبه للعلاج الطبيعي وبنتكلم عن العلاج الطبيعي، ان شاء الله الجمعيه متبنيه نعمله قسم كامل للعلاج الطبيعي متكامل في مستشفى العجمي العام، وربنا يسهل. يعني هي ده محور، يعني هيبقى تبرع من الجمعيه قسم العلاج الطبيعي داخل مستشفى العجمي ان شاء الله. ده عن قريب هو تبرع ان هو عن طريق جمعيه هيطور القسم اللي موجود ويوسعه ويزوده بالالات الجديده ان شاء الله. ده احدى الجمعيات اللي احنا بنتعاون معاها. في جمعيه تيسير الحياه دعمتنا وجابت حاجات، في جمعيه شرعيه برضو دعمتنا وجابت حاجات. بنحاول دلوقتي مع شركه الحديد والصلب لنا عندهم المفروض هديه كده ناخدها منهم. ده المستشفى قايمه على التبرعات، ما فيش حاجه لدور الوزاره في الوقت الحالي خالص. المستشفى الاول ما كانتش مستشفى، يمكن في القياده الجديده فعلا بامانه انا لقيت مستشفى بتخش على الاقل ابدا اطمن. بس احنا فين؟ هنوصلوا فين؟ ما هي يا جماعه مش مره واحده من الى، يعني احنا عايزين نوصلوا واحده واحده. فعلا المستشفى بقى فيها مستشفى، فيها امكانيات، بدات بس دي ارواح ناس لما تبقى قائمه على التبرع فقط، يعني يوم حد يجيبه يوم ما يجيبش، يوم ما مؤسسه تجيبه يوم مؤسسه ما تجيبش، فلازم يبقى في اساسيات موجوده في اولا بعد اذن حضرتك التبرع، لا نحن لا نقبل اي تبرع مادي ولا نقدي من اي حد. احنا اللي عايز يتبرع بيجي يتفضل، بيجيب اجهزه طبعا، بنقول له احتياجاتنا. احنا زي ما بقول لحضرتك احنا عاملين خطه كويسه جدا، بنقول احتياجاتنا اتفضل يروح يجيبها من اي مكان، يجيب اللي يقدر عليه، وده اللي احنا محتاجينه. واللي بيجي بنعلم عليه، وعاملين صفحه على الفيس بنشارك فيها الناس كلها، تقدروا تخشوا عليها مستشفى العجمي العام، بتشوفوا صورنا، شوفوا الحاجات اللي تمت في المستشفى، شوفوا التطوير اللي تم. مش شرط كل حاجه تبقى على لود على الحكومه عندها المشاكل الموجوده حاليا، سيبنا من الحكومه. لا، لازم يكون التفاعل من المجتمع المدني موجود، يشارك مع الحكومه. في الناس واخده فكره عن الصدقات بتاعتها انها بتطلع تعمل بيها مش عارف مشروع بتاع ثلاجه ميه، او يروح مش عارف يعمل بيها ايه. لا، في صدقه جاريه ممكن تحطها في المستشفى، هتفيد مريض تاني، هتفيد مريض، هتنقذ حياه مريض. حضرتك لو جيتي عندي امبارح في المستشفى، انا بحاول اعمل شبكه غازات، وده برضو يعني الدكتوره حتى بقول لك برنامج كويس جدا للمستشفى في وقت قصير باذن الله هيتم. اما يبقى عندي شبكه غازات هتغنيني ان انا اقعد طول النهار امبارح بدور على مستشفى تاخد مني حاله، ما عنديش فنتليتور شغال، ما عنديش كميه اكسجين تكفي البنت دي. كانت بنت حالتها سيئه جدا، قعدنا طول النهار امبارح نتصل بالاسعاف ونحاول ننقلها مستشفى ثانيه عندها امكانيات اكبر شويه. باذن الله الكلام ده هينتهي قريبا. احنا عندنا بنقبل دلوقتي الحوادث، وبنحاول بقدر الامكان، عندنا امكانيات بشريه محدوده لحد ما بنحاول نطورها. عندي مشكله في العجمي بنحاول نحلها، ان المستشفى بعيده. بحاول مع بعض الناس ان احنا نوفر وسيله مواصلات تابعه للمستشفى. هذه احدى الطرق بحل مشاكلي، مش لازم كل حاجه اعتمد على الحكومه، ودي صفه من صفات المدير الناجح دلوقتي. طيب انا اخر حاجه عايز حضرتك عليها بالنسبه بقى للوزاره، هل ما فيش مبلغ او باكج من المال محطوط في موازنه بالنسبه للحكومه او بالنسبه لوزاره الصحه بالنسبه للمستشفى؟ اظن كل وزاره عندها برامجها اللي حطاها لكل مستشفى وكلام من ده، ولكن صدقيني لو قعدنا استنينا الحكومه ليه؟ في بقول لحضرتك ده الفكر الجديد، ده الاداره الجديده، المفروض ما استناش الحكومه هتعمل وتعالوا على الاسبوع الجاي هتلاقوا عندنا زي ما قلت لك في مستشفى هيتعمل من 1/7 خلص فيه حاجات كتير. في مستشفى 100 سرير رائعه فعلا بقى، هنا مكافاه لاهل العجمي على صبرهم الفتره الطويله اللي فاتت دي. في مستشفى حلوه جدا متكامله، ودي من الوزاره. طب بس انا مش هستنى من الوزاره تخلص، مش هستنى من الوزاره تعمل. طب انا ممكن زي ما بقول لحضرتك كان بيبقى اولى ان الوزاره دي تدعم هذه المستشفى الاول بعد كده مستشفى جديده. يعني المنطقي ان انا عندي كيان موجود عايشه الاول والجا لمكان ثاني. الكيان بيعيش بالمجتمع المدني اللي حواليه، بيعيش بالشباب الموجودين فيه. النهارده عندي مجموعه من الشباب زي ما بقول لك حضرتك تفخري بيهم انهم فعلا طب في شكوى من الاهالي دكتور احمد ان لما بروح المستشفى العجمي بيبقى يتم توجيههم من الاطباء الموجودين هناك، تعالى لي في العياده بتاعتي وانا هعمل لك الخدمه اللازمه وهعمل لك كل اللي انت محتاجه. ماذا مصداقيه هذه الشكوى؟ انا هنا عشان اقول ان احنا بنحاول نطور المستشفى، بنحاول نتغلب على المشاكل اذا كانت موجوده. إذا كان في حاجة زي كده كانت بتحصل قبل كده بنحاول. أنا أقول لحضرتك على حاجة، ده موجود في كل المستشفيات مش في مستشفى العجمي بس. أنا مش بدافع عن حد، بس مش جاي برضو أذم في حد، بالعكس خالص. أنا جاي هنا عشان أقول إيديكم في إيدينا. أهل العجمي اللي عنده مشكلة زي دي يجي المستشفى. في دكتورة يعني تعالوا شوفوا الدكتورة أمل، شوفوا الراجل جالنا وزارنا هناك وبدأ يتعاون معانا. تعالوا، أنا اسمي أحمد إبراهيم، موجود في المستشفى طول الأسبوع من الساعة 8 الصبح إلى الساعة 4 5 العصر، ما بنروحش خلاص. مقيمين في المستشفى، اللي عنده مشكله يجي لنا.
لكن ما تجيش حضرتك تقولي ده الناس بتيجي وتروح العياده، لا تعالى قول لي، تعالى عرفني عشان اعرف احاسب اللي عمل كده. لكن انا مش هقف على كل عياده. اذا احنا بنوجه دعوه اللي هم قالوا الناس اللي اشتكت وقدمت شكوى بهذا الامر توجه للدكتور احمد إبراهيم محمد ابراهيم نائب مستشفى العجمي العام، ويقول له الدكتور الفلاني اسمه قال لي تعالى عندي في العياده. ما نقدرش نقول نجزم بالكلام ده، وما نقدرش نمسك الكلام ده ونقوله في على عواهين وكده، لكن اللي عنده حاجه يجيبها ونقدمها. انا اول واحد راح اشتكيه، انا اول واحد هقف جنب المريض. حضرتك تعالي المستشفى في اي يوم اتس اوبن، اي وقت تعالي ادخلي العيادات وشوفي الريت بقى عندي عالي جدا ما شاء الله. انا بديكي مثال صغير، احنا كان عندنا عيادات تقريبا ما حدش بيجي فيها كتير، النهارده بقى الريت عندي عالي جدا جدا جدا. زي ايه العيادات؟ عندي عياده العظم دلوقتي عليها ريت حلو جدا جدا جدا. وهل الاجهزه بتاعت العظم عندي ريت في الاطفال يا جماعه يعني يفوق الخيال. النهارده بندور على مكان نعمل فيه مكان الناس تقف تاخد منه تذاكر بدل ما بيقفوا يعملوا زحام مثلا قدام في الطريق بره قدام الشباك. لا عندنا ريت اتحسن كتير عن الاول. بنحاول نخدم بقدر الامكان، ما بنحاولش الحاله الا اذا ما كانش هنقدر نساعدها في المستشفى في الوقت الحالي، ولكن وعدا صادقا ان شاء الله رب العالمين في القريب العاجل مفيش حالات هتتحول من المستشفى العجمي. بالعكس احنا حاطين في الخطه بتاعتنا البلان بتاعنا القريب ان احنا ناخد يوم حوادث زينا زي اي مستشفى على مستوى اسكندريه ان شاء الله. استاذ محمد، حضرتك يمكن ساهمتم مع مستشفى العجمي بادوات النظافه، لانها كانت برضو محتاجه من ضمن الطلبات اللي كانت محتاجه المستشفى اللي هي ادوات النظافه والتعقيم وخلافه بالنسبه للمستشفى. تمام. دي اول خطوه. الفكره كلها مش عايزين نقف عند ليميت معين. دي اول خطوه هنبداوا فيها للمستشفى. يمكن دي اول خطوه اصلا لفكره جمعيه روح الحياه. يعني جمعيه روح الحياه قايمه على مثلث عايزين نقضوا عليه، الفقر والصحه والجهل. مجرد ما بديت اقضي على الفكره ديت او على المحاور الثلاثه دول هتبدا يقوم المجتمع اللي انا بحلم بيه. يعني فكره الجمعيه كلها قايمه على هبدا بالمستشفى العجمي العام، المره الجايه هنزل على المدارس، المره الجايه هنزل على الشوارع، هنزل على الناس نفسها. بدل ما انت مستني، لا خليك بقى منتج بقى في البلد. يعني قام تصور ان نبداوا احنا من بعديها بقى ننتجه بقى. كفايه ان احنا قاعدين كل ده مستنيين بتراخي نبدا بقى على كل المعاد. تعليم، صحه، عمل للناس. يعني حضرتك بتوجه دعوه من خلال الجمعيه عندكم للمواطن ان هو يعتمد على نفسه ويبدا بنفسه، بلاش نعتمد بقى على الحكومه بالظبط. يعني نحط ايدينا في ايديه، سواء بقى متبرع، سواء راجل اعمال، سواء جمعيات كل الجمعيات الخيريه تبدا تحط نفسها على الطريق الصحيح بقى. عايزين نبني مصر، نبنيها ازاي؟ في القضاء على الثلاث محاور دول، في اللعب على الثلاث محاور دول. لكن الفكره كلها سيده عند اي حد جمعيه خيريه، لا دي هي بتدي وخلاص كيسين سكر وباكو شاي وبتاع وانتهينا على كده. او مبلغ صغير من المال. اذا هذه الثقافه مع حكايه المبلغ ما هيش تدول لحد ثاني بعد كده. لا بالظبط، هتقدم له خدمه بالظبط كده. وخدمه وايدي في ايدك هساعدك. انت عندك مشكله تعالى اساعدك. مشكله زي اللي بيقولوها مثلا في المستشفى وبتاع، طب تعالوا حطونا معاكم في الامر الواقع، هنروح نجيب لكم حقكم. نبقى عاملين كلنا شغالين، بدل ما هي العمليه تحزبات، لا هتبدا كلها مواطنين. اذا الخدمات الماديه اللي كانت بتقدم للمواطنين مش هتبقى موجوده، هقدم لك خدمه انت محتاجها. هقدم لك مشروع، عندك مشروع تعالى ايه مشروعك، ابدا اعوم بيه وابدا انا اقول لك مشروعك. وقفت بدل ما انت عمال تقول هات، لا انت بقيت تنتج، بقيت تعمل، بقيت تشتغل، بقيت تعمل في كل الميادين. يعني حتى المستشفيات ان شاء الله توفر لنا فرص حتى كمان للعمال، نبداوا حتى بعمال. بدل ما كانت حاله لا تعبانه، لا هتبدا الحاله دي مثلا تبدا تشتغل. يبقى انت ساعدت المستشفى وقامت، وساعدت الحالات اللي عندك كمان في حد ذاتهم انهم بقى عندهم فرص للشغل. الحمله عند حضرتك هتبدا يوم الجمعه ان شاء الله زي ما حضرتك بتقول. هل في كشف دوري هيتم على المتبرع او للتبرع من اجل التاكد من سلامه الدم اللي هيتاخد ده؟ ان شاء الله. يعني بنك الدم بنفسه هو اللي هيجي وهيقوم بكده قبل ما يحصل المتبرع تبرع بدمه، هيتم الكشف كامل. ده كمان ان شاء الله يمكن حتى اخدها من الدكتور احمد كده على الهوا، انه ان شاء الله هيشرفنا كمان بمستشفى العجمي العام، هيبقى متواجد معانا يوم الحمله. على قد ما نقدر بقى مثلا نساعدوا الناس في الموضوع ده يبقى خير وبركه. وده واحد بقى هيبقى على الهوا. كمجموعه التطوير للمستشفى باشخاصنا موجودين مع حضرتك في الحمله ان شاء الله باذن الله، عشان يبقى الدنيا كلها قايمه صح. ده انا عايز اسال حضرتك عن حاجه. كان في خبر جه في اليوم السابع بتوجهوا دعوه للمواطنين ان هم للصرف على المستشفى او التبرع من اجل المستشفى، مدى صحه ده؟ لا لم يحدث مننا خالص كلام من ده. اولا زي ما بقول لحضرتك نحن لا نقبل اي تبرعات ماديه من احد، لا نقبل اي ماديات. احنا بنقول اللي عايز يتبرع يتفضل يجي المستشفى، بيعرف بس ايه الطلبات بتاعتنا على حسب امكانياته ويقدر بيجيب منها ايه، بيروح يجيب. خلاص الحاجه اللي بتيجي المستشفى ايا كان الجهاز اللي جاي بيدخل عهده المستشفى، والمتبرع بياخد بيه خطاب اضافه، اذن اضافه
لعهده المستشفى الحكومي، مش لنا احنا، بياخد خطاب رسمي من المستشفى انه تبرع للمستشفى بالحاجه الفلانيه. اذا دي حاجه بيضمن ان هو الشيء اللي تبرع بيه دخل في عهده المستشفى رسميا. طيب خلاص. خليني اسال حضرتك من وجهه نظرك بقى كمتخصص كدكتور ونائب رئيس مستشفى، من وجهه نظرك ايه هو الحل لظاهره الاهمال اللي موجوده في المستشفيات وبالذات بين قوسين المستشفيات الحكوميه؟ قبل ما اقول اهمال وقبل ما اقول كلام من ده، لابد ان احنا الموضوع قائم على شقين. شق اللي هو المرتبط بمقدم الخدمه، الطبيب والممرضه و مرتباتهم ما بتكفيش البنزين عشان نروح المستشفى، ده من الاخر. خلاص، يعني الناس دي فعلا بتصرف من جيبها. وكان في طلب من الوزاره بتعديل مرتبات الاطباء طبعا. والله احنا بنسمع، الله المستعان، يعني احنا منتظرين كادر الاطباء زي كادر المعلمين، منتظرين ان ده يحصل، يعني لان لو ما حصلش المشكله كبيره بين الاطباء. دلوقتي الكل قاعد منتظر هيفعلوه ولا لا، هياخدوا قرار في الموضوع ده. قوي يعني رواتب الاطباء الصغيرين لا تساوي شيء طبعا، لا تساوي شيء. احنا معانا الشباب رواتبهم 200 و300 جنيه ولا لا تقيم احد. الحاجه الثانيه في الاهمال، اذا كان مطلوب من الدكتور ان هو يشتغل بره برايفت ويجي يشتغل في المستشفى ويرجع يشتغل بره ويرجع عشان يكفي بيته، فاكيد بيرهق من كتر العمل، هيكون على حساب العمل طبعا، هيبقى على حساب العمل. اطلب من الناس انها تسامحنا اذا كان في تقصير من ناحيتنا، لكن احنا في العجمي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم الخدمه بما يرضي الله وكما ينبغي. بنتغلب على احزاننا بقى ان احنا ما فيش ماديات وما فيش رواتب وكلام من ده، ولكن زي ما بقول لحضرتك احنا دعوه مفتوحه للناس كلها انها تشرفنا في مستشفى العجمي وتشوف مدى التطور اللي حصل. احنا مش بنتكلم بس على احنا بنمسح من عندنا حته اهمال وتقصير، بنمسحها خالص، مش كلام في الهواء، انا كلام على ارض الواقع. احنا واقفين على رجلينا طول النهار بنقابل الناس ونحل مشاكلها اول باول. مش معنى ذلك ان احنا ماسكين عصا سحريه، ولكن بنحاول. خلاص، ما تم حتى الان مرضي جدا ومفرح جدا بالنسبه لاهل العجمي، يشرفونا ويشوفوا. ما نتمناه هو اكتر من كده بكتير، والله المستعان. عموما الحديث عن المستشفيات والمشاكل اللي بيعاني منها المواطن داخل المستشفى محتاج مننا اكتر من حلقه، لكن احنا هنتابع مستشفى العجمي، خصوصا ان حضرتك بتقول ان فيها تطوير تم في الوقت الحالي، فاحنا هنتابع معاكم خطوه بخطوه ان شاء الله لحد ما يبقاش في اي مشكله خاصه بالمواطن بالنسبه لمستشفى العجمي. في نهايه اللقاء بشكر الدكتور احمد محمد ابراهيم نائب مدير مستشفى العجمي العام، شكرا يا دكتور. بشكر الاستاذ محمد احمد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه روح الحياه، بشكركم جدا. بتمنى لكم مزيد من هنقول الاقبال على حملات التبرع بالدم، لان في الوقت الحالي في احتياج بالفعل للدم نتيجه للمظاهرات زي ما حضرتك ذكرت والحوادث الكثيره اللي بتتم في الوقت الحالي. بشكركم جدا وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحضرتك. شكرا.